شهدت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة مساء اليوم حادثا مأساويا ومروعا إثر اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بأحد العقارات، أسفر عن خسائر بشرية موجعة وصور بطولية لا تنسى لأهالي المنطقة. فاجعة الأسرة: وفاة 3 أشخاص. أفادت الأجهزة الأمنية في الجيزة بأن الحريق الذي يرجح أن يكون ناتجا عن ماس كهربائي تسبب في وفاة أسرة كاملة مكونة من 3 أفراد، الأب والأم وطفلهما، وقد التهمت النيران الشقة وحاصرت الأسرة التي لم تتمكن من النجاة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة بعد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على أسنة اللهب وإجراء عمليات التبريد. معجزة الإنقاذ: الرضيع الذي نجا ببطولات الأهالي. في المقابل، سجل الأهالي في محيط العقار أروع قصص الشهامة والتضحية، حيث تحول عدد من الشباب إلى أبطال حقيقيين لإنقاذ طفل رضيع. وتفصيلا: تمكن عدد من الشبان من تسلق جدران العقار والشرفات المحيطة وسط كثافة الدخان، مخاطرين بحياتهم للوصول إلى شقة أخرى كانت محاصرة بالنيران. وتمكن هؤلاء الأبطال وسط صيحات وتكبيرات الحاضرين من إخراج طفل رضيع من بين النيران والدخان الكثيف، لينجحوا في إعادته سالما إلى الحياة، في مشهد وصفه شهود العيان بأنه معجزة تبرز معدن الشعب المصري. تحقيقات عاجلة: أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد السبب الفني الدقيق لاندلاع النيران، كما كلفت لجنة هندسية بفحص العقار المتضرر والمباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية بعد الحريق. وقد سيطرت قوات الحماية المدنية على الموقف بعد جهود مضنية، فيما قام فريق من الإسعاف بنقل المصابين بالاختناق والضحايا إلى المستشفيات.